السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من مطبخ رجاله وحودية عم احمد. وهنكمل كلامنا عن السوشيال ميديا في السبعينات والثمانينات واللي كان بطلها جهاز التسجيل او جهاز الكاسيت او شريط الكاسيت. من منتصف السبعينات تقريبا كان بدأ يظهر الكاسيت، ويعني زي ما قلت لكم يعني شوفوا ده حجمه صغير بس يعني كله حديد من جوه، حاجه تقيله، بس كان استخدامه اسهل من الجراموفون والحاجات اللي موجوده دي، وده ادى الى انتشار نوع من انواع السوشيال ميديا او وثق للفتره اللي بعد كده للسوشيال ميديا. لقت سورس تقدر ان هي تعتمد عليه في الناحيه الفنيه. من ضمن الفنانين اللي استفادوا جدا من وجود الكاسيت في الفتره دي وانتشروا بعدها على السوشيال ميديا طبعا عمنا احمد منيب. واحمد منيب انا هنا مش جاي اتكلم عن سيرته الذاتيه، دي هتقدروا تلاقوها ناس كتير بتتكلم فيها، لكن ممكن نتكلم في تاثيره. اول مره سمعت اغنيه لاحمد منيب كان في اداره تجاريه الكشفيه ال16 سنه 90، وكان في فقره فرديه بتقدمها كل عشرة جواله، ووفد طنطا طلع الصول بتاعه وغنى اغنيه حاضر يا زهر، واللي ما كانتش معروفه في الوقت ده. وبصينا لقينا تجاوب قوي جدا لدرجه يعني ان حد مش هحكي الحكايه سيبوها. المهم سالته الاغنيه دي مين اللي عاملها، وده دايما بنوثق الاغاني، فقال لي لا الاغنيه دي مش بتاعتي، الاغنيه دي بتاعت عمنا احمد منيب. عدى الموضوع، وبالليل في السهره بالصورة بيتجمع كده وبنقعد مع بعض والسهيرة بقى والشاي والقهوة. طبعا انا صوتي مش صورة. غنى اغنية في دايرة الرحلة، ولما سألته جاوب برضه وقال لي احمد منيب. طب اسمعه منين؟ قال لي ليه شرايط كاسيت. اول ما رجعت بني سويف رحت بدأت اسأل عن احمد منيب، وطبعا كان في حمادة بتاع الشرايط اللي كان في ميدان حارس، كان في جوكر في مقبل، وبدات اعدي يا جماعه احمد منيب، اكتشف انهم ما يعرفوش الاسم. دول ناس بتبيع شرايط كاسيت مش عارفينه. لغايه ما بعد كده سافرت القاهره وبدات ادخل محلات واسال يا جماعه عايز شريط احمد منيب. في برضه اللي ما يعرفوش، لكن في اللي يعرفه بس يقول لك احنا ما بنجيبش الشرايط بتاعته، مش متداوله بسرعه. لغايه ما في مره دخلت ممر كان تحت نقابه النادي التجاريين كده اللي في رمسيس، ولقيت واحد حاطط شرايط لاحمد منيب، كان حوالي 4 شرايط، وطلبت منه انا عايز الشرايط دي. الراجل بصيته اختلفت. في الاول انا حسيت ايه مثلا ان هي شرايط ما بتتباعش فما صدق لها زبون يشتري، لكن لما بدات اتكلم معاه عرفت ان مش اي حد بيطلب شرايط احمد منيب. احمد منيب في الفتره دي كان معروف له مثلا الحب ليه صاحب لعلاء عبد الخالق، معروف له بعض اغاني محمد منير زي شجر الليمون، حاجات زي كده كانت معروفه له، لكن محدش يعرف. انتوا عارفين المصريين مش مهتم قوي بكلمات مين ولا الحان مين. لما بدات اسمع احمد منيب، احمد منيب مطرب دايما في مزيكا، ومطرب بيبقى ماشي مع المزيكا، لكن احمد منيب لما بيغني بتحس ان هو اداة موسيقية موجودة في الاغنية بالكامل، يعني حتة من الاغنية. حتى لما حد تاني، وطبعا كتير غنوا اغاني احمد منيب، لا مع احمد منيب هي ليها طعم تاني ومختلف تماما. ولكن هو في فترة السبعينات الثمانينات كان ليه مريدينه، واللي كانوا بيسمعوه واللي كانوا بيجيبوا الشرايط بتاعته. طب ايه دور الكاسيت؟ هتلاقوا ان في ابداعات كتير جدا لاحمد منيب غير الاربع او 5 شرايط اللي هو طلعهم، وهي كلها متسجله في جلسات الاصدقاء والاصحاب. بيقعد في الجلسه وهو بيغني، حد بيدوس ريكورد بيسجل المزيكا، وطبعا ما بتبقاش بالجوده طبعا اللي هو تسجيل الاستوديو، ولكن في النهايه حافظت لنا على تراث مختلف. بعد السوشيال ميديا والانترنت بدأ ناس كتير جدا تعرض اعمال احمد منيب،
ونتفاجئ. يعني انتوا بس اكتبوا احمد منيب كده يا جماعه، وادخلوا على حد منزل له اغنيه وشوفوا كميه المشاهدات اللي موجوده على فيديوهات الراحل احمد منيب. اذا كان في فضل لوجود احمد منيب في هذا الجيل، فهتلاقوا ان الفضل يرجع للكاسيت واللي كان بيعبر عن السوشيال ميديا فترة السبعينات والثمانينات. وبالمناسبة في مطربين في الفترة الحالية هتكلم عنهم، هم ما ظهروش في عصر الكاسيت ولكن ظهروا في عهد السوشيال ميديا، ولكن هي نفس الخطوات. هو مطرب له مريدين، له ابداعاته، ولكن مش هيكون واخد حقه في الجيل ده. دي كانت حلقتنا من مطبخ رجاله وحويت عم احمد. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، واذا كنتوا وصلتوا للمكان ده يبقى ولا بلاش لايك ولا شير. المهم ان انتوا اتفرجتوا على الحلقه، اتمنى انها تعجبكم. وما تنسوش التبرع ل 57 357 لعلاج سرطان الاطفال. رحله علم هدفها الحياه. وصلوا على رسول الله، واشوفكم يوم الاحد الجاي الساعه 10 الصبح وحلقه جديده من مطبخ رجاله. السلام عليكم.